النهاردة كنت أول مرة أدخل ليدل في ألمانيا، وبعد معاناة عشان أعرف أفضل نوع خبز صحي أجيبه، حبيت أقول لكم الخلاصة عشان ما تتعبوش زيي. اكتشفت إن الأفضل إننا نشوف عدد السنابل الموجودة على الكيس من بره، لأنها بتدل على كمية الألياف الموجودة فيه. يعني كل ما زاد عدد السنابل كل ما كان الخبز أفيد. وزي ما احنا شايفين أشكال وأنواع كتيرة من العيش أو الخبز أو التوست، وكل نوع هنلاقي السعر موجود فوقيه. تخيلوا اكتشفت كمان إن النوع ده هو النوع ده، بس كان لسه محتاج يدخل الفرن تاني يكمل تسوية أو ياخد لون في الفرن قبل الأكل على طول. نيجي بقى لموضوع السنابل. لو لقينا سنبلة واحدة ده معناه إن الألياف قليلة جدا في العيش ده، لكن لو لقينا سنبلتين معناه إن أليافه مقبولة. أما لو 3 سنابل فده اختيار كويس جدا للعيش أو الخبز اللي هناخده، لكن لو لقينا 4 سنابل فده اختيار ممتاز جدا لأنه غني بالألياف وبيشبع وكمان مفيد في الهضم. أتمنى أكون فدتكم. باي باي.